السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. أنتم من يعز عليكم. طبعا كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. وراح رمضان وانتهى رمضان، وكان هذا آخر فطور لنا من غير شر في رمضان. كان في الديرة طبعا، وقلت لكم أني نزلت الديرة وكذا. معلش من بحة صوتي، يعني تعرفون تغيرات عن مكيف وكذا في الجو. فالحمد لله على كل حال. هنا بدأت بآخر فطور في رمضان، كان يوم 29 رمضان. فسويت لهم خفايف، يعني سويت لهم سمبوسة، شوربة، ما أتذكر إيش سويت لهم بعد. يعني سويت لهم شيء خفيف سريع علشان يمديني أنظف البيت وكذا، يعني يمديني أرتب كل شيء، يمديني أنظف. هنا سويت سلطة بعد مع السمبوسة، لأني سويت لهم سمبوسة دجاج مع سمبوسة جبن. فالمعذرة منكم، ما نزلت لكم فيديو يوم 29 رمضان ولا نزلت لكم أول يوم العيد، فالعذر والسموحة منكم، لأني والله انشغلت يعني تعرفون. فهذا كان فطورنا، سلطة، سندويشتات، دجاج، سمبوسة. بعدها قلت خلاص نتقهوى، طبعا لازم نختمها بالشاهي بعد الفطور. فعندي الستاند هذا، قلت بفكه وأركبه، ستاند للملابس، يعني لما أبغى لبسه أحطها عليه. وحلو، أخذته من شيء يا بنات، روعة. بتشوفونه هالحين لما أركبه. القاعدة سيراميك والحديد هذا الطويل حديد، فكان والله حلو. بس مغلفين التغليف روعة. فركبته، والظهر اني ما صورت معكم شكله، لكن بتشوفون وانا اعرض عليه الملابس او احط عليه الملابس وكذا. فبدأت بالمداخل، اللي هي شلت بيت العنكبوت، يعني من الزوايا وكذا. تعرفون اكيد بيت ما ينسكن فيه كثير، ما احنا جالسين فيه يعني كثير، فاكيد بيت العنكبوت بلقاه في كل زاوية. فهنا أخذت يعني المكنسة ذي، وبدأت أنظف الزوايا في الديكور فوق. وبعدين بدأت بأمسح بالمساحة هذه تبع الجدار. المساحة هذه خلاص تركتها للجدران عندي في الديرة. بمجرد بس ما أخذ المنشفة اللي معها وأبدأ أمسح، أحطها في مثلا مطهر ديتول وشوية معطر، وأبدأ أمسح فيها الجدران. بعدين تعبت شوي، قلت لولدي الله يحفظه تعال خذ السلم، لأن عندنا السقف هنا بعيدة، الأسقف هنا في الديرة في بيتنا ذا بعيدة الأسقف، يعني يلا أطولها. فقلت له تعال ساعدني ونظف الجدران. الله يحفظه يا رب ما قصر. هنا غرفتنا، بدأت مجلس هذا، بدأت أنظف فيه. شلت التلبيسات اللي على المراتب، بما أنها أكثر جلستنا يعني فيه والتلفزيون فيه، فلازم إني ألبس هذه، فقلت أشيلها خلاص. والحمد لله كان نظيف. عندي الكنب سبق ونظفته معكم، بمجرد إني بس كنست ومسحت ومسحت الأرضية وشلت السجاد. طاولات مسحتها وشلتها، رفعتها يعني من على الأرض. العيد هذا ما سويت فيه معمول الصراحة، لأني اشتريت، لأني رحت رولز، رحت شوكولاتة، محلات شوكولاتة كان عليها عرض، يعني تاخذين شوكولاتة معها علبة معمول. فمعمول ما شاء الله تبارك الله يعني كثير الصراحة. فقلت خلاص إذا اضطريت بسوي معكم إن شاء الله معمول. بس إن يعني
كان عندي يعني زي ما قلت لكم معمول بيتي فور كان عندي، فما احتجت اني اسوي معمول الصراحة. خلاص بعد ما شلت السجاد كنست الأرضية، كنست المداخل معها. طبعا أول شيء يعني شلت الغبار من على الجدران، شلت بيت العنكبوت من على الجدران، بعدين نفضت الكنبات، شلت السجاد، وبعدين آخر شيء كنست بالمكنسة الكهربائية. وخلاص أبدأ أمسح الأرضية. طبعا خلاص بعد ما مسحت الأرضية، أخذت المداخل مع الغرف مع ال أيوة. بعدين احتجت كم قرض، رحت قلت بما أني خلصت تكنيس ترتيب، بس يستنى علي بس إني أرتب الشوكولاتة، أرتب الفازات وكذا. فاحتجت إني أروح أخذ ورد طبيعي، أروح أخذ كم غرض من محل الحلويات. فتوكلت على الله ورحت الصيدلية، رحت مكان الحلا، أخذت لي كم غرض كذا، وبعدها روحنا. طبعا ختمتها بالبخور. طبعا البخور في هذا اليوم والله يمكن 5 مرات بخرت، فالله المستعان. وهنا بعد ما خلصت طبعا غرفة بخرتها. هنا بيجامة العيد، طبعا شيء مقدس عندنا، بيجامة العيد، لأن ناخذ لنا دش كذا، وبعدها نلبس البيجامة، بعدها نبدأ نحضر الفطور، نتقهوى شوي على بال ما يجون من الصلاة. يعني قبل أتروح أتروش، سويت لي يعني كذا وسبغت. طبعا المفروض اني اسبغ قبلها بيومين ب3، بس والله ما امداني الصراحة. هنا محلول للأرجل، نقع رجولي الله يكرمكم فيه. وهنا العيديات بنتي كانت تسويها الله يحفظها.
وبكذا يعني ختمنا معكم، إن شاء الله أنكم انبسطتم معنا، وترقبوا الفيديوهات الجاية بإذن الله، يعني تكون تصوير يعني عيديات، رحنا وجينا. وهنا كان يعني يمكن هذا رابع مبخر يعني نسويه. أول شي بخرت بالمستكة، بعدين بخرت بالبخور البيت، بعدين بخور للزوجي والعيال علشان يروحون يصلون. وطبعا هذا المجلس، هنا المجلس بخرت بعد ما حطيت الشوكولاتة، رتبناه. وخلاص قلت يلا يا بنت، روحي خذي لكي دش كذا تصحصحين. ومع اني شربت قهوة وكذا، فالله المستعان مع التعب وكذا. وهنا بدأت أحضر الفطور، قلت على بال ما يفطرون وكذا لما يجون من الصلاة، ونروح نتوكل عند أمي الله يحفظها يا رب. فبدأت ترتيب الفطور على بال ما نفطر كذا ونروح. طبعا هذه كانت أجبان، كروسان، مقرمشات، كلها من بندة زي ما صورت لكم، بسكوت، بس سويت معها حليب كرك، وأفطرنا. ويا ربي لك الحمد، اللهم دمها نعمة واحفظها لنا من الزوال يا رب العالمين. وخلاص وهذا كان فطورنا يا ربي لك الحمد. طبعا معها زوجي قال يبغى عريكة، سويت له عريكة. طبعا جنوبيين لازم العريك. الحمد لله على كل حال. هنا كانوا يتجهزون بيطلعون صلاة العيد. بعدها طبعا ولعنا بخور علشان بخورهم يروحون، الله يحفظهم يا رب. فخلاص واحنا بنتجهز بنروح عند أمي. قلت بريكم فستاني. طبعا في اللبس خرافة، يجنن يا بنات، روعة. وهذا كان لبسي للعيد. طبعا بدلت الحذيان الله يكرمكم. وبكذا كان هذا يومنا، فيا ربي لك الحمد. وتوكلنا على الله ورحنا عند أمي الله يحفظها يا رب. وكانت هذه عيدية أخواتي، وصورتكم بعض مقتطفات كذا بسيطة. فإن شاء الله أنكم تنبسطون معنا ويعجبكم عيدنا. معلش معني تأخرت عليكم بالفيديوهات، فالعذر والسموحة منكم. وبكذا ختمت معكم الفيديو، إن شاء الله أنكم تنبسطون. وأخليكم على الفيديو، يعطيكم ألف ألف عافية. ولا تنسونا من اللايك والشير وكومنتات حلوة، الله يسعدكم يا رب. وبكذا ختمت معكم الفيديو، يعطيكم ألف ألف عافية، ومع السلامة.